مساء الفل، اخباركم ايه؟ الاهلي يواصل نزيف النقاط في الدوري المصري بعد التعادل السلبي امبارح مع سموحه 0-0 وقبل كده مع الجونه 1-1. الاهلي بلا خطه بلا فكر بلا اي روح خالص. كولر امبارح ما عرفش يفك اي تكتل دفاعي للمنافس خالص، غير الهجمتين اللي حصلوا مع قفشه وصلاح محسن، بس ما فيش اي استجابه امبارح امام المرمى. بغض النظر ان الموسم لسه طويل والاهلي هيكون متصدر الدوري بعد كده، لكن بعد رحيل سيد عبد الحفيظ واحمد ابو عبله بحجه اتاحه الفرص والكوادر الجديده، لكن مفيش اي جديد. السنه اللي فاتت جبتوا 5 بطولات بفضل طبعا ربنا سبحانه وتعالى، وبعد كده كابتن سيد عبد الحفيظ، لكن دخلت الموسم السنه دي بدون اي مهاجم. هتقول لي موديست، اعتبره هو مش مهاجم خالص، حتى ما جبتش بديل لعلي معلول. مع الاحترام الكامل لكريم الدبيز ان هو هيكون ليه مستقبل كبير جدا، لكن لازم يكون في بديل لعلي معلول. ما حصلش كل ده. انت مشيت محمد شريف اللي انت قلته انه جبته صلاح محسن هيكون بديل لمحمد شريف. اصلا صلاح محسن ما جابش ربع مستوى محمد شريف. محمد شريف كان بيعافر قدام المرمى، كان في روح، كان ما بخلش بنقطة عرق واحدة. صلاح محسن ما فيش خالص، ما فيش استجابة امام المرمى. طبعا انتكاسة جديدة جدا من بداية الموسم، من اول السوبر الافريقي والدوري الافريقي والتعادل السلبي اللي امام الجونة في الدوري، وطبعا سموحة امبارح. يا ريت تفيقوا قبل فوات الاوان. انت داخل على كاس العالم الاندية وهتقابل بنسبة كبيرة امام اتحاد جدة. الناس كتيرة مش متفائلة بالماتش ده. يا ريت تفيقوا قبل فوات الاوان. اشوفكم فيديو جديد. سلام.